السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. وحشتوني جدا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الحلو المحلي. عايزة اقول لكم حاجة كده كانت زيادة عندي في الأكل. أكل حادق. تمام، يعني كان غدا كنت بعمله وفاض معايا، يعني كان بزيادة. تمام، قلت لا حرام ان انا ارميها. لا، تعالي نعمل بيها حاجة حلوة. ايه هي الحاجة الحلوة؟ شايفين بقى وهي في الفرن وبتبقبق كده؟ ايه دي يا ترى؟ طب قبل ما ندخل على الفيديو على طول نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شايفين بقى الجمال والقمر يعني مش قادرة اقول لكم مهما اتكلم. بجد مش هقدر اوصف لكم الطعم. انا عملتها واتاكلت والله في ساعتها. صلي على رسول الله. هنا اتبقى معايا، يعني كان في زيادة معايا مكرونة. أي نوع مكرونة طبعا هينفع. هنا بصوا كان باقي بقى شوية كده، رحت قلت ايه حرام ان انا ارميها. وطبعا فريدة مش هتاكل كل ده. ضفتها بقى كده في شفشق الخلاط وكوباية من السكر. وضفت شوية صغيرين خالص من المية وضربتهم كويس جدا. هنضيف بقى كوباية كبيرة من اللبن وهنضربهم حلو قوي. احنا عايزين طبعا نخلي المكرونة دي تنعم جدا، تبقى زي ما احنا شايفين كده. وكمان هبتدي بقى ان انا اصفيها كده، يعني زيادة تأكيد عشان ما يكونش فيها اي حاجة خالص. تمام، بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي بقى ايه بالمعلقة واصفي اهو كده اهو. تمام، معايا بقى كده كوباية من اللبن، برضو نفس الكوباية اللي حطيتها. كوباية اهي من اللبن، وهبتدي اضيف عليها 3 معالق صغيرين من النشا بالشكل ده. وهدوبهم طبعا كويس. طبعا اللبن يكون بارد ما يبقاش سخن عشان النشا ما يبقاش متماسك كده. وهنبتدي ندوب كده كويس قوي. هنا كان في حاجة في مكان النشا اسفة. وضفت بقى كده اهو زي ما احنا شايفين. وهنا طبعا معايا فانيليا. دي فانيليا خام، ما بحطش كتير عشان هي بتبقى مركزة عشان ما تمررش، يعني كترها بيمرر. وهبتدي اقلب بقى بالشكل ده. ما كنتش واخده بالي ان الكاميرا بعيد. وهنروح بقى على البوتاجاز على طول بالشكل ده. مشغله بقى النار ما تكونش عاليه، واهم حاجه يعني النار تكون وسط، ما تبقاش عاليه قوي ولا واطيه قوي. ونفس الوقت الحله ما تبقاش حاجه بتلزق فيها. خلي بالك كويس قوي. ولو عليتي النار هتدي ريحه شياط من تحت، هتخلي الطعم معاكي وحش وهتكوني كده بوظتي الوصفة. فياريت تخلي بالك من الحاجات البسيطة ديت عشان ما تقوليش دي القناة ديت وصفتها مش حلوة او حاجة زي كده. لا طبعا. والله الحاجة اللي بتبقى حلوة بقولكوا عليها حلوة، الحاجة الوحشة بقولكوا عليها وحشة. وطبعا هي أذواق، يعني كل واحد بيختلف عن التاني في الطعم. طبعا هنا انا بقى ايه لحد ما تغلي كده معانا. وعايزينها بقى ايه؟ عارفين انتوا البقبقة ديت لما تكون بتغلي كده وبتعمل بقابيق كده. اسفة. بصوا بصوا انا لما بيحصل حاجة كده او بكح او الكلام دوت، بصراحة انا ما بصدق. فريدة بتبقى ساكتة وما بصدق ان انا ايه احاول اعمل حاجة. ما برضاش افصل وارجع تاني. تمام كده كانت خلاص بقى تقلت معايا. وبدأت معلقة كده من السمنة. طبعا هو يفضل انها تكون سمنة بلدي. فانا الصراحة ما عنديش سمنة بلدي حاليا، عملت بيه سمنة عادية. وبدأت بقى ايه اقلب كده. واهم حاجة انك تقلبي بالمضرب اليدوي، هيكون حلو جدا وسهل معاكي. هنا بقى معايا الصينية دهنتها سمنة بالشكل ده. بصوا بقى القوام. بصوا القوام عامل ازاي اما تقلت بقى بالشكل ده. هسيبها بس دقيقتين لحد يعني
تبرد، احنا عايزينها تبرد، الجو طبعا ساقع تبرد بسرعة. فانا بسيبها لحد ما الوش يشد كده، بس تلاقيه تحس ان هو بقى يعني يشمع كده معاكي. بصوا هنا بضيف بقى السمنة بالشكل ده. تقدري تعملي حاجة تانية، ويفضل الطريقة اللي هقولك عليها دلوقتي يفضل تعمليها افضل من دي. بتسيحي السمنة وبالفرشة، تمام، بالفرشة كده وايه تعملي بيها، هتبقى احسن بكتير. ليه؟ هقولك في اخر الفيديو ليه. عشان برضو زي ما انا موعداكم من اول ما بدأت في القناة، الحاجة اللي بتحصل معايا بقولكوا عليها على طول. بصوا بقى عشان سخنة بتسيح السمنة ازاي. هنا رشيت رشة كده من السكر، رشة بسيطة كده، هو مش كتير، انتوا هتحسوا ان انا بحط ايه كذا مرة، بس هي مش كتير، ده رشة بسيطة جدا. هنا كان في حاجة سمرة كده مكان السكر فكنت بشيلها. بصوا بقى السمنة اهي لما اتحطت عليها بتسيح ازاي، لان طبعا لسه ما بردتش قوي. هنا بقى بدأت بالفرشة اعمل بقى كده ايه السمنة عشان تبقى على الوش كله كده اهو. احب اذكرك انك تذكري الله. هنا بقى عايزه اقول لكم ليه تعملي السمنه بالفرشه. السمنه بصراحه كانت زياده شويه، تمام. ليه بقى بالفرشه تعمليها؟ يعني سيحي معلقه من السمنه كده واعملي بيها، مش هتبقى زياده معاكي خالص. هنا بقى كانت في الفرن وكنت بوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي. لما فتحت عليها ولقيت شكلها قمر كده قلت لا لازم اوريها لكم وتشوفوا الشكل بتاعها. عايزه اقول لكم هتلاقوا العزيزيه عارفين انتوا العربيات اللي بتبقى في الشارع دي، في ناس بتبقى عاملاها كده مع البسبوسه والجلاش والحاجات ديت. في ناس بقى ما تعرفهاش، في ناس بتسأل وتقول ايه ده. انا بصراحه واحده من الناس ما كنتش اعرف الطريقه، يعني عارفاها من فتره لكن من قبل كده ما كنتش اعرف الطريقه دي خالص، وما جاش في بالي ان ممكن تكون معموله من المكرونه بجد والله. عارفين انتوا تحسوا ان انتوا مطلعين صينيه مكرونه بشاميل حاجه كده. بس عايزه اقول لكم بجد اللي يشوف الفيديو وما جربهاش والله بجد هي تستحق التجربه. وخلي بالكوا السكر كده مظبوط جدا، تمام. انا كمان زودت معلقتين تاني ما جبتهوش في التصوير، لكن بجد هي تستحق التجربة. ولو انتي عايزاها مظبوطة خليها زي ما قلتلك. هنا بقى جايه اقولك ايه اللي حصل معايا في موضوع السمنة. لو تلاحظي ان السمنة بصي عاملة ازاي معايا على الوش، بس مش فيها كلها، يعني الجزء اللي من قدام الكاميرا دوت مفيش سمنة كتير، من ورا كده تلاقي السمنة بتاعتها تحسي ان هي باينة شوية. طبعا اول ما اتخرجت سبتها تبرد خالص ودخلتها التلاجة لمدة ساعتين بقى ولا حاجة عشان تتماسك بالشكل ده. عايزة اقولك انا سبتها لقيت ابو فريدة بيقول لي عايزين ناكل حاجة حلوة، هو ما كانش يعرف ان انا بعمل حاجة. رحت قلت ايه، كان عايز كيكة بصراحة، رحت قلت له تمام حاضر، وايه دخلت بقى جبت دي. العزيزية عجبته جدا، قال لي حلوة قوي تسلم ايدك. المهم ان انا بتبسط بصراحة لما الحاجة يعني تعجب ابو فريدة او تعجب فريدة. طبعا بتعجب فريدة ازاي؟ ان انا بعرف ان هي بتاكل منها، لو ما عجبتهاش طبعا بتسيبها، لكن بسم الله ما شاء الله الحمد لله الف هنا وشفاء عليها وعلى باباها يا رب. كلوا منها وعجبتهم جدا الحمد لله، والصينية خلصت والله يعني مفيش، مش قادرة اقول لكم الف هنا وشفاء يا رب. بصوا بقى هنا وانا بطلعها ما كنتش عارفة اطلعها قطعة كاملة عشان كانت لسه، يعني كانت محتاجة تقعد في التلاجة شوية. بصوا انا هنا كنت بوريكم ان انا وانا بطلعها كانت عايزة تتساب شوية، فما تعمليش زي موضوع السمنة وموضوع ان انت تسيبيها في التلاجة شوية حلوين عشان تطلعي القطعة متماسكة وحلوة بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بصوا بقى كده، ايه رأيكم؟ طب تعالوا بقى نقطع منها كده ونشوف. انت بتضحكي علينا يا صافي ولا ايه؟ لا والله ده طبعا الوصفة مالية اليوتيوب، ووصفة حلوة جدا جدا من الحلويات البسيطة اللي تقدري تعمليها في البيت، ومكونات موجودة في كل بيت فعلا، مش كلام وخلاص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان.